مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة فيلمنا النهاردة أمل ضائع، من مفقودات السينما المصرية. تاريخ العرض 28 مارس 1947. مدة الفيلم 100 دقيقة. عمر الفيلم 77 سنة. تصنيف الفيلم درامي رومانسي، من تأليف يوسف جوهر. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة زوزو ماضي، جلال حرب، حسين رياض، زوزو حمدي الحكيم، وجيه عزت، محمود شكوكو، فردوس محمد، زوزو محمد، عبد المجيد شكري، وسوريا فخري. أما عن قصة الفيلم فبتدور حوالين بنت بسيطة بتغلط مع ضابط بحري، والضابط ده كان بيحبها جدا. راح يطلبها من أبوها فأبوها رفض، لأنه كان ماشي بمبدأ الناس القديمة قوي، لازم البنت الكبيرة تتجوز الأول وبعد كده البنت الصغيرة. فيا إما تتجوز الكبيرة يا إما تستنى لحد ما الكبيرة يجيلها عريس وبعد كده تاخد انت الصغيرة. فضل طبعا مستني، مفيش اي فايدة. في الاخر جاتله شغل، فاضطر ان هو يسافر وسابها. هي طبعا اكتشفت ان هي حامل، فعلشان تمشي او ما تجيبش العار لابوها وتجيب مصيبة، لان بطنها بدأت تكبر، سابت البيت. واول ما سابته قعدت تدور على مكان تقعد فيه. وهي بتدور وقعت فيه راجل كبير شوية في السن، عاملها على انها بنته، واعترفت له بكل حاجة وحكت له الحكاية. قواها في بيته، وبعد كده دخلها مدرسة بيانو، وعاملها معاملة كويسة جدا، وكمان خلاها تكمل تعليمها. المهم خلفت ولد. الراجل ده جاتله رحلة للشغل، اضطر ان هو يسافر، فطلب منها ان هي تيجي معاه. وهما ماشيين حصلت حاجة مش لطيفة. بس قبل ما نقول ايه هي الحاجة هنقول مصير الضابط البحري. مصيره انه رجع فجأة وقعد يدور عليها زي المجنون، وراح لأبوها ملقاهاش، وقعد يلف عليها من حبه فيها، لأنه ما يعرفش ان هو أساسا خلف. في الفترة دي هو كان لسه شغال في نفس المكان بتاعه. المهم نرجع تاني للراجل. الراجل ده طلب منها ان هي تسافر معاه. اول ما سافرت، السفينة اللي هما كانوا مسافرين فيها حصل فيها عطل وبدأت تغرق، أو بشكل صريح هي كانت بتغرق فعلا. فالقبطان اتصل بالضباط البحريين وطلب منهم النجدة علشان يلحقوه. وبالفعل شوية ضباط كتير قوي جم علشان يلحقوه، وكان من ضمنهم الضابط البحري اللي هو جلال حرب. وهو بينقذها اكتشف ان حبيبته في السفينة دي، فرجعها، والراجل جوزهم لبعض، ورجع تاني لأبو البنت دي وحكاله القصة من أولها لآخرها، وإن هما لازم يوفق يعني راسين في الحلال، وإن الولد الصغير ده لازم يتربى ما بين أمه وأبوه. وانتهى الفيلم نهاية سعيدة، إني رجعوا لحياتهم الطبيعية تاني، وهي كسبت بقى عندها أبين، أب حقيقي وأب بالتبني. شكرا جدا.